2003 نزل ألبوم علم قلبي. ولو انت سألت مثلا 10 كده ايه اكتر ألبوم بتحبه لعمرو دياب، يعني ممكن 7 يقول لك علم قلبي، لان الألبوم ده وقتها ما خدش حقه قوي، او كان في وسط منافسه كبيره قوي. كان لسه تامر عامل ألبوم، وكان لسه حماقي عامل ألبوم، وشيرين عامله ألبوم، وام تي ام. كان زحمه كتير قوي، فالألبوم ده الناس عدت عليه كده، حست ان المزيكا غريبه، فعملت له سكيب كده شويه. مع ان الألبوم اللي قبليه على طول كان انا اكتر واحد بيحبك، كان عامل ضجه كبيره قوي. لكن الالبوم ده كان عشان مزيكته غريبه قوي على ودان الناس ما فهمتوش، او ما حست ان المزيكا اللي فيه مش متعوده عليه. فايه الناس ما خدش نفس الاهتمام بتاع البومات عمرو اللي في العادي يعني. لكن بعديها بفتره طويله، بعديها بفتره كده حبه حلوين، الناس ابتدت تقول ايه ده، هو ازاي المزيكا دي اتعملت في الوقت ده؟ يعني ازاي المزيكا دي المتطوره دي اتعملت سنه 2003؟ انت لو سمعت الالبوم ده دلوقتي هتحس ان ممكن ينزل في اي وقت، ممكن ينزل 2025 2026. الالبوم ده كان فيه حاجات كتير قوي غريبه اصلا، يعني من بدايه من البوستر. اصلا عمرو دياب في البوستر كان عامل شعر احمر كده فالناس استغربت قوي ايه اللي بيحصل ده، هو ليه عمرو عامل في نفسه كده؟ الالبوم ده برضو ما كانش طارق مدكور ما اشتغلش فيه، ودي كانت حاجه غريبه، لان كان كل الالبومات اللي قبليها كان طارق مدكور دايما بيشتغل فيه. الالبوم ده كان اول مره يعمل، كان تاني مره يعمل تراك مزيكا بس، ما كانش فيه اي ليركس، كان تراك لاغنيه خليني جنبك. هو عمل الحركه دي في البوم واحد بس قبل كده، كان البوم ايس كريم في جليم، كان فيه تراك اسمه رقصه الايس كريم. لكن الالبوم ده عمل فيه تراك كان اسمه خليني جنبك انسترومنتال، والتراك ده كان فيه اطول سولو الكتريك يعني اتعمل في اغاني عمرو كلها، في تاريخ عمرو دياب كله يعني. كان اللي عامل السولو الكتريك ده كان اوسو ده دلوقتي حد مهم قوي يعني في الاندر جراوند، وبيلعب مع مسار اجباري وكايروكي وبيسافر بره، ويعني اوسو ده حاجه كبيره قوي في يعني لو سالت مين اشطر حد عازف ليد جيتار، 90% من الناس هيقول لك اوسو يعني. الالبوم ده برضو كان اشتغل فيه ناس يعني هما ما اشتغلوش مع عمرو دياب قبل كده، وما اشتغلوش بعد كده. انا بالمناسبه اغنيه حنيت دي من اكتر الاغاني اللي انا شايف انها يعني ان ريتد قوي، او اندر ريتد قوي في اغاني عمرو دياب، لان الاغنيه دي كان فيها لحنها حلو قوي وتوزيعها حلو قوي. لو سمعتها من بعيد كده هتعرف ان دي اغنيه حنيت يعني. اللي وزعها موزع اسمه عمرو شاكر، هو ما اشتغلش مع عمرو دياب قبل كده، وما اشتغلش معاه تاني. وانا لما دورت عليه بعد كده عرفت ان هو سافر امريكا اصلا، وشغال بره هناك دلوقتي، وبيوزع لناس في امريكا وكده. بس متعرفش هو اختفى ليه، يعني ايه اللي خلاه طب ما انت كنت ابتديت تعمل اسم يعني. من اهم الحاجات اللي حصلت برضو في البوم علم قلبي، ان الالبوم اصلا الالبوم كان هيتسرب او اتسرب منه شويه اغاني، ففي اغاني اتعادت توزيعها، زي اغنيه علم قلبي. اغنيه علم قلبي دي اتعملت بتوزيع هاني يعقوب، واتعملت بعديها بتوزيع نادر حمدي، واتعملت التوزيع اللي نزل في الاخر كان توزيع فهد، اللي عامل برضو توزيع اغنيه خليني جنبك. وبالمناسبه فهد برضو هو اللي موزع اغنيه حبيبي يا عمري. فالالبوم ده كان فيه تنوع موسيقي ما كانش موجود قبل كده، يعني الناس عشان كده استغربت الالبوم. يعني اغنيه يا كنزي كان فيها جاز وكان فيها روك، اغنيه حبيبي يا عمري كان فيها شرقي قوي، تخت شرقي صرف يعني. اغنيه انت ما قلتش ليه من الاول بالمناسبه دي الحان عمرو دياب اصلا، مزيكتها فيها اسكتلندي كده شويه، المزمار الاسكتلندي ده. اغنيه زي علمني هواك، وبعدين اغنيه زي يعني اغنيه سوفتي قوي، اغنيه هاديه قوي، بعدين اغنيه لو عشقاني. بالمناسبه اغنيه لو عشقاني دي من اكتر الاغاني اللي رتمها سريع في تاريخ عمرو دياب كله. اللي وزعها كان هاني يعقوب بالمناسبه، وهاني يعقوب هو اللي موزع اغنيه انا عايش برضو. والاغنيه لو عشقاني دي هي مش يعني، في ناس فاكره انها راي، بس هي مش راي، هي اغنيه بوب. انا ما سالت هاني يعقوب نفسه يعني، هي اغنيه بوب بس السب جانرا بتاعتها حاجه اسمها كراتشي. كراتشي ده قريب من الراي كده يعني، شبه الراي شويه، بس هي اغنيه بوب عادي يعني. لو عشقاني كلام تاني كلام ما اقدرش يا قلبي عليه. فالالبوم اصلا كان كله حاجات غريبه، يمكن حاجات ما اتكررتش تاني يعني. مثلا اغنيه علم قلبي نفسها، الاغنيه دي اللي كاتبها شاعر اسمه وليد جلال. وليد جلال هو اصلا مهندس ميكانيكا اساسا، وما عملش اغاني قبل كده مع عمرو دياب، وما عملش اغاني بعد كده يعني. هو الاغنيه دي الوحيده اللي عملها مع عمرو دياب، فليه ما حدش عارف. من الاغاني اللي انا بحبها قوي برضو لعمرو دياب عموما، مش في البوم علم قلبي بس، اغنيه يا كنزي. لان الاغنيه دي انا كنت اول مره اسمع جاز مع روك مع لاينات كمانجا شرقي يعني. الاغنيه كان فيها فيوجن غريب كده، انا كنت اول مره اسمعه، انا كنت لسه بكتشف المزيكا، ولقيت في اغنيه انا مش عارف احدد الجانرا بتاعتها، او مش عارف دي شرقي ولا غربي ولا ايه. الاغنيه اصلا يعني دبل مينينج كده، هو بيتكلم عن بنته، هو يعني بنته اسمها كنزي، وفي نفس الوقت بيغني كانها حبيبته عادي. الاغنيه دي الحان رشيده الحارس. وبالمناسبه من الحاجات الغريبه ان رشيده الحارس دي برضو اول مره عمرو يشتغل مع واحده ست، واول مره هي تلحن له.
واعتقد تقريبا يعني ما لحنتلوش تاني او ما اشتغلوش مع بعض تاني. يعني دي من الحاجات برضو اللي هي حصلت مره واحده كده. ويا كنزي كمان فيها، انا بحب قوي فيها بقى اخر دقيقه ونص كانت كلها مزيكا بس كده. انا بحب قوي بقى تحس انها تجربه موسيقيه كده، مش بس بيعمل اغنيه عشان يبقى فيه اغنيتين هنا حزن والالبوم هنا فيه اغنيتين فرح، لا. الالبوم ده تحديدا كان فيه يعني كان فيه مساحه من الحريه في المزيكا، ان هو يعمل اغنيه مثلا زي دي او اغاني برضو في نفس الالبوم فيها شويه مزيكا لوحدها. دي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها في الالبوم ده تحديدا، عشان كده الالبوم ده بالنسبه لي استثنائي قوي يعني. يا كنزي وكل ما ليا حياة قلبي ونور عيني. من اكتر الاغاني برضو اللي انا بحبها لعمرو دياب عموما، مش في البوم علم قلبي بس، اغنيه حنيت. اغنيه حنيت دي انا بعرف انها شغاله حتى لو شغاله من على بعد نص كيلو مثلا او كيلو كده، اول ما بسمع الاغنيه من بعيد بعرف انها اغنيه حنيت. الاغنيه دي كلمات هاني الصغير والحان خالد عز وتوزيع عمرو شاكر. عمرو شاكر ده برضو بالمناسبه هو ما اشتغلش مع عمرو دياب قبل كده وما اشتغلش معاه تاني. قعدت انا فتره بحاول اعرف هو فين، لحد ما هو بعت لي، لقيته بعت لي بقى بيقول لي ده انا سافرت امريكا، هاجر اصلا الراجل وشغال دلوقتي مع ناس امريكان. يعني هو شغال بقى في امريكا، فبرضه حاجه غريبه قوي يعني، حد ما اشتغلش معاه قبل كده وما اشتغلش معاه تاني وعامل له اغنيه بالقوه دي، طب ما حاولتش تشتغل معاه ليه؟ فدي من الاسئله اللي ملهاش اجابات في الالبوم برضه يعني. لعنك حنيت حنيت واشتقت إليك. من الاغاني اللي انا بحبها قوي في الالبوم اغنيه تقدر تتكلم، هي كلمات والحان محمد رفاعي. وكانت حاجه برضو غريبه ان يبقى في حد شخص واحد بس كاتب كلمات والحان اغنيه وتطلع بالحلاوه دي، لان دايما اللي بيكتب لما بيجي يلحن بيعمل لحن يعني عادي او يعني حاجه تقضي الغرض. الملحن لما بيجي او الكاتب لما بيجي يلحن بيعمل حاجه عاديه، بس ان يبقى في اغنيه بالقوه دي ككلمات ولحن والاثنين عاملهم نفس الشخص، فدي حاجه كانت غريبه. وقد ايه اصلا شكل الكمانجات فيها كان جديد. فالاغنيه دي برضو من الاغاني اللي سابت علامه في تاريخ عمرو دياب عموما. اغنيه حلوه قوي. تقدر تتكلم عن روحك يا حبيبي، خلاص ما بقينا اتنين. من الاغاني الحلوه قوي في الالبوم برضو اغنيه علمني هواك، انا بحب لحنها قوي. لحن شريف تاج اللي ملحن اغنيه تملي معاك، وكلمات رضا امين وتوزيع هاني يعقوب. هاني يعقوب يعني انا اصلا بحبه قوي على المستوى الشخصي كمان، هو اللي موزع انا عايش وموزع علمني هواك وموزع لو عشقاني، فانا حابب اشكره جدا على الالبوم الجميل ده. علمني هواك ايه معنى الحيرة. طبعا اغنيه حبيبي يا عمري، اغنيه حبيبي يا عمري دي كلمات بهاء الدين محمد والحان خالد عز وعمرو دياب. الاغنيه دي بالذات من اكتر الاغاني اللي انا ما شفتش عمرو دياب عمل حاجه شبهها بعد كده. الاغنيه اللي هي شرقي قوي، تحس انها تخت شرقي وفي النص في موال. حبيبي هي يعني مفيش حاجه شبهها غير يمكن اغنيه امنتك، بس حبيبي يا عمري اقوى طبعا وحاجه ما حصلتش تاني. عشان كده اصلا الالبوم عموما كله كان اغاني ما اتكررتش، يعني من اول علم قلبي، انا عايش، تقدر تتكلم، قال لي الوداع، لو عشقاني، علمني هواك، خليني جنبك. التراك الانسترومنتال بتاع خليني جنبك اللي هو كان تراك مزيكا بس. الالبوم كله اصلا ما اتعملش زيه تاني. وحتى زي ما قلت قبل كده، لو انت سالت 10 بيحبوا عمرو دياب وسالتهم ايه اكتر البوم بتحبه لعمرو دياب، هيقول لك علم قلبي، لان هو كان فيه تجارب موسيقيه ما اتعملتش قبل كده ومحدش حاول يعملها تاني، لان الالبوم ده كان فيه كميه حريه في المزيكا وتجارب هي كانت جديده قوي على الناس وقتها، بس حاليا دلوقتي الناس فهمتها وعرفت قد ايه علم قلبي كان سابق وقته بكتير قوي.